بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الخير البنات، وش راكم؟ نتمنى تكونوا يا ربي لاباس، ونتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية. كما راكم تشوفوا البنات، جيت اليوم وحضرت لكم بتي فور بالزيت. صدقوني يا البنات يجي هشيش بزاف، والاهم انه يجي بنين تشربوا به قهوة حليب، ولا تعتمدوه كمشروع يعني لربات البيوت بمقادير بسيطة وطريقة تحضير سهلة. صدقوني يا البنات غير البتي فور هذا يجي يعني رائع بكل معنى الكلمة. دوكا البنات يعني بدون إطالة حنروحوا للمقادير وطريقة التحضير على بركة الله. وبالنسبه للمقادير وش راح نحتاج؟ كيما راكم تشوفوا البنات هنا عندي 4 بيضات. بالنسبه للبيضات تاعي راهم درجه حراره الغرفه. بسم الله، حنحط البيضات تاعي هنا. قلت لكم عندي 4 بيضات. حنزيد نضيف لهم القرصه تاع الملح ومغرف تاع الفانيليا. تقدروا تستعملوا الفاني السائله اذا كانت توفرت عندكم. كيما راكم تشوفوا هنا عندي كاس ونص تاع سكر عادي حبيبات، هذاك اللي نشربوا به القهوه. تقدروا تستعملوا السكر ناعم، يعني لكم الاختيار، بغيتوا تستعملوا السكر ناعم ولا السكر عادي. كما قلت لكم انا ديت كاس ونص تاع سكر. دركا واش راح ندير؟ بواسطه خلاط كهربائي البنات حنخلطهم مليح حتى نتحصل على قوام كريمي، يعني نتاكد ان السكر تاعي هذا تاع الحبيبات ذاب كامل. واذا كان البنات يعني بغيتوا تستعملوا يدكم لازم تمحروا مليح حتى يذوب السكر تاعكم. دركا حنبدا بسم الله. وبعد ما الخليط تاعي للبياض، شوفوا البنات القوام تاعو يعني لازم تخلطوا مليح. يعني اصلا من اسرار تاع النجاح تاع البتي فور تاعكم لازم تخلطوا المكونات تاعكم مليح. هنا كيما راكم تشوفوا عندي 2 كيسان تاع زيت. الزيت تاعي البنات حنضيفه بالتدريج ونواصل الخلط. كيما قلت لكم ديت 2 كيسان تاع زيت. بسم الله، حنضيفهم بالتدريج ونواصل الخلط حتى يندمجوا كامل. وهنا بعد ما تحصلت على قوام كريمي، شوفوا البنات هذاك القوام اللي تحصلت عليه. كما قلت لكم البنات يعني خلطوا مليح. يعني من اسرار تاع النجاح تاع البتي فور تاعكم لازم تخلطوا المكونات تاعكم يعني مليح، يعني ديو وقت مليح وانتم تخلطوا فيهم. هنا كما راكم تشوفوا عندي كاس تاع حليب. الحليب تاعي راهو عادي بدرجه حراره الغرفه. حنضيف الحليب تاعي. واش راح نزيد نضيف يعني هنا برك باش ننكه البتي فور تاعي. عندي هنا قليل من عطر الكراميل، حنحط قطرات برك. اذا عندك حطي، اذا ما عندكش استغني عليه. ما تكثروش البنات، حطوا يعني قطره برك من العطر هذا. دركا واش راح ندير؟ حنواصل الخلط بسم الله. وهنا بعد ما دمجت الحليب تاعي مع بقيه المكونات، دركا واش راح نزيد نضيف؟ حنبدا نضيف النواشف تاعي. بالنسبه للنواشف واش عندي 2 كيسان تاع نشا تاع مايزينا. حنخلهم هنا. يعني البنات ديما انخلوا النواشف تاعكم هكا باش يجي البتي فور تاعكم يجي خفيف. قلت لكم عندي 2 كيسان تاع المايزينا. ودركا بعد ما نخلط المايزينا تاعي واش راح ندير؟ يعني حنخلطها خلط خفيف برك بوسط الخلاط الكهربائي تاعي هذا، وبعدين نحيب. وهنا بعد ما خلطت النشا تاعي دركا واش راح ندير؟ حنبدا نضيف الفرينه. بالنسبه للفرينه البنات دروك يعني انا حنحط بالكاس ونعطيكم يعني الكيل قد. هنا عندي حنحط الكاس الاول تاع الفرينه. حننخلو هنا قدامكم يعني البنات كيما قلت لكم انخلوا النواشف تاعكم. بالنسبه لكونتيتي البنات يعني كيما راكم تشوفوا هنا انا درت كميه يعني شويه كبيره. اذا كان بغيتوا ديروا كميه صغيره يعني اقسموا المقادير تاعكم برك على النص يعني وخدموا بهم. وبالنسبه ثاني للمايزينا البنات، اذا كان ما توفرتش عندكم المايزينا تقدروا تستغناو عليها وتعوضوها بالفرينه. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما حطيت الكاس الاول تاع الفرينه واش راح نحط؟ عندي هنايا مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. يعني البنات ما تكثروش الخميره الكيميائيه، ديروا مغرف صغيره تكون شويه ممسوحه، ما ديروهاش بومبي بزاف. وتقدروا ثاني حتى هذه الخميره تقدروا تستغناو عليها، يعني ما ديروهاش خلاص. دركا واش راح ندير؟ خاطرش يعني الخميره هذه البنات يعني تعطي شويه هشاشه البتي فور تاعنا، عليها نضيفوها. دركا واش راح ندير؟ حنخلط برك بلا سباتيل تاعي هذه، يعني ما نستعملش هذاك الخلاط الكهربائي. بوسط المغرف برك هذه حنخلط حتى نتحصل على العجينه تاعي يكون القوام تاعها يعني نوعا ما طري. ضفت 3 كيسان تاع فرينه. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، مازالت العجينه تاعي يعني تحتاج الفرينه. هنا عندي الكاس الرابع حنضيفه بالتدريج ونشوف. كما قلت لكم البنات يعني انا حنضيف بالتدريج ونقول لكم قد دات الفرينه يعني كت. وهنا بعد ما كملت حطيت الفرينه تاعي باش يعني تعرفوا انا الفرينه البنات يعني اولا دات لي بالتقريب واحد 4 كيسان ونص تاع فرينه، يعني بالتقريب بالميزان واحد 760 غرام 760 غرام تاع فرينه. كما قلت لكم البنات يعني باش تعرفوا القوام تاع العجينه تاعكم. يعني كي تكونوا تخلطوا باليد هذه حتكون تلصق، يعني ومن بعد تعاودوا تستيو باليد الاخرى. يعني كي ديروا بالطريقه هذه يعني العجينه ما تلصقش في يديكم. وكما راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي طريه، يعني كما قلت لكم طريه وما تلصقش في اليد هكا باش تخرج لكم من لابوش. دركا واش راح ندير؟ حنجيب الجيب الحلواني هذا تاعي. تقدروا تستعملوا البنات هذاك الجيب الحلواني تاع القماش، ولا انا استعملت هذا برك تاع الجوطابل. واستعملوا القمع البنات هذا، يعني القمع يكون مسنن بزاف ويكون راس تاعو محلول. انا عندي هذا حنستعمل هذا، ولا تقدروا تستعملوا اي قمع توفر عندكم في الدار. دركا واش راح ندير؟ حنجيب الكاس هذا نحط هكا كما قلت لكم. حنحط كميه قليله برك من العجين في لابوش تاعي باش يعني
يعني تسهل عليا تخرج وما تتقطعليش الجبن الحلواني تاعي. وحنحط كميه قليله برك، يعني ما يمكن نعود نشكل البنات، يعني نقدر نتحكم فيها. حطوا كميه قليله برك من العجين، ما تحطوش كميه كبيره. وهنا كما قلت لكم ديت كميه من العجين حطيتها هنا. دركا واش راح ندير هنا كما راكم تشوفوا عندي بلاطو حطيت فيه ورق الطهي. تقدروا تستعملوا ورق الطهي اذا توفر عندكم، اذا ما توفرش عندكم تقدروا تستغنوا عليه. لصقته هنا كما راكم تشوفوا، حطيت قليل من العجين ولصقت به الورق الطهي هكا باش يعني ما يقلقنيش في الخدمه. دركا حنبدا نشكل. وهنا كما قلت لكم حنبدا نشكل معكم. اول شكل حندير لكم البنات اللي هو الشكل تاع الكوكياجه. واش راح ندير البنات، حنحط نحكم هذا الجبن الحلواني تاعي. نحط العجينه البنات كما راكم تشوفوا، نحط هكا نضغط الاعلى ومن بعد نجبد الاسفل، يعني بالشكل هذا. حنعاود ندير معكم حبه اخرى كما قلت لكم البنات، حنحط الاعلى ومن بعد نعاود نهبط للاسفل، يعني بالطريقه هذه حتى نكمل الاشكال كامله. ومن بعد وكما راكم تشوفوا بعد ما كملت التشكيل تاعهم. دركا واش راح ندير، حنرجع البنات الحبه الاولى تاعي اللي كنت خدمتها ونجي هنا على راس البنات ونقرصها هكا باش نعطيها الشكل تاع التيفور، يعني نجي هنا في الاسفل. واذا كان لقيت الحبه تاعي البنات يعني كبيره حنقص منها شويه تاع عجين. يعني حاولوا تقرصوا بالطريقه هذه، يعني حاولوا بالشكل هذا ونحي شويه تاع العجين اذا كان زايده هكا باش يخرجوا لي الحبات تاعي كامل كيف. يعني هكا حتى نكمل الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه. وهنا بعد ما كملت شكلت يعني الشكل الاول اللي هو على شكل كوياجه. دركا واش راح ندير، حنروح ندخلو يطيب في الكوزينير تاعي اللي كنت شعلتها مسبقا على درجه حراره 180 درجه. حنشعلو البنات من التحت نخليه حتى ياخذ لون احمر، ومن بعد نزيد نعاود نشعلو من الفوق حتى ياخذ لون احمر، ومن بعد نحيه ونعاود نوليكم باش ندير معكم الشكل الثاني. ودركا البنات يعني حنزيد نوريلكم الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني البنات حنديرو على شكل صبيعات برك، يعني سمحوا لي البنات كي عاد الكاميرا ما نقدرش نقدم بزاف. حنحاول برك يعني حنحكم العجينه تاعي ونحاول نخرجها على شكل صبيعات، يعني بالشكل هذا. يعني نتوما احرار، بغيتو ديروا الشكل تاعكم كبير بغيتو ديروا صغير. يعني الشكل هذا البنات راهم يعتمدوه يبيعوه في المقاهي. اذا كان حتعتمدوه كمشروع يعني ديروا الحبات تاعكم يكونوا شويه طوال، واذا كان غير للدار يعني نتوما احرار، بغيتو ديروا الشكل طويل ولا ديروا الشكل يعني يكون صغير. وهنا بعد ما كملت الشكل الثاني واش راح ندير، حنزيد نديرو كيما درت المره الاولى. يعني البنات حنجي هنا للاطراف وحنقرصهم شويه هكا بالطريقه هذه، يعني نقرص الاطراف تاعي شويه هكا باش يجيو. واذا كان الحبات لقيتوهم البنات يعني حبه جات اكثر من حبه تقدروا تنحيو الحبات تاعكم وتعاودوا، يعني هكا حتى تحصلوا على الحبات يكونوا يعني متقاربين من بعضهم. دركا حنزيد نروح ندخل هذا يطيب ونزيد ندير معكم الشكل الثالث. ودركا حنروحوا للشكل الثالث اللي هو على شكل زهره. حنحكم نجيب الحلواني تاعي وحنضغط العجينه البنات يعني بالطريقه هذه، يعني يضغطوا البنات بشويه برك باش ما يتقطع لكمش لابوش هذه تاع الجوطاوي. اذا كان استعملتوا هذيك تاع الكارت حيكون يعني خير وخير كما راكم تشوفوا البنات. وبعد بواسط الاصبع حنضغطوا باش نهبطوا الجزء هذاك اللي يطلع. نزيد نكمل بنفس الطريقه، قلت لكم حندير نضغط يعني بالشكل هذا. كما قلت لكم البنات. ومن بعد الجزء هذا اللي يطلع لكم حاولوا يعني برك بوسط الاصبع اضغطوا عليه عاودوا هبطوا، يعني نكمل بنفس الطريقه. ومن بعد نروح ندخلو يطيب ونعاود نوليكم يعني في كي نطيب الكاطو تاعي كامل. ودركا البنات عاودت وليت لكم بعد ما كملت طيبت البتي فور تاعي كامل. شوفوا البنات يعني كيفاه جا. بالنسبه للبنات يعني للطياب نتوما تقدروا تتحكموا يعني في درجه الحموريه تاعو. اذا كان بغيتوا تحمروا اكثر من هكا حمروا، اذا بغيتوا ديروا باللون هذا انتم احرار. هنا واش راح ندير البنات، يعني بعد ما كملت طيبت يعني شوفوا البنات كيف بقى محافظ على الشكل تاعو، يعني والخطوط هذوك ما تنحاوش خلاص. دركا واش راح ندير، حنلصق البنات هنا عندي معجون حنلصق به. اذا كان نتوما البنات يعني ما بغيتوش تلصقوا بالمعجون وبغيتوا تلصقوا بلاجولي يعني لصقوا بلاجولي، يعني الحاجه اللي توفرت عندكم لصقوا بها. حنجيب الحبات تاعي تاع التيفور حنحط هنا القليل من المعجون ولا التيفور كيما قلت لكم، يعني الحاجه اللي توفرت عندكم ولا اللي بغيتوا تلصقوا بها لصقوا بها بالتيفور تاعكم. حنلصق بالشكل هذا. ومن بعد واش راح ندير هنا البنات كيما راكم تشوفوا عندي شيكولا كنت ذوبتها على حمام مائي، يعني حنحطها هنا ندخل الراس برك. يعني ثاني هذا تزيين، يعني البنات راهو اختياري، باغيين تزينوا بالطريقه هذه زينوا، ماكمش باغيين خليو البتيفور تاعكم كيما راه. وهنا ثاني البنات يعني حنحط هنا حد يعني نحط فرد خطره يعني باش من بعد ما نطولش عليكم الفيديو. هنا عندي كاوكاو كنت حطيت له ملون غذائي اخضر، يعني حنزين هنا برك بيه نحط شويه برك، يعني نتوما احرار التزيينه وديما البنات يبقى اختياري. حنحطها هنا. حنزيد نلصق معاكم الشكل هذا اللي جاء طويل كما قلت لكم. حنحط كميه من المعجون. صدقوني البنات البتيفور هذا يعني ما يعني مع انه بالزيت بصح يجي
حيجي هشيش ويجي فيه واحد القرمشه ويجي بنين بزاف. حنلصق الحبات تاعي بالشكل هذا. حندخل يعني الجزء هذا بالشيكوله، يعني ندخل الجزء اللي منه ونزيد ندخل الجزء هذا. تقدروا البنات يعني ديروا خطوط برك بالشيكوله حيكونوا كافيين، ولا تلصقوا بالمعجون هذا مكان. بالنسبه للبنات للشكل هذا اللي جاي يعني على شكل زهره، يعني البنات انا بكل صراحه انا البنات فات لي شويه طياب، ماليش يعني نديرو في المعجون ملي كيجاو الحبات كيما راكم تشوفوا جاو شويه كبار. حندخل برك النص هنا في الشيكوله هذا مكان، ونحط هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. انا حنكمل نزين بالطريقه هذه، نكمل البتي فور تاعي كامل نحطه في صحن التقديم ونجي نشوفوه مع بعض في الشكل النهائي. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي للبتي فور تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى يا ربي انكم تجربوه وتنجحوا فيه وينال اعجابكم. دوك البنات يعني حنقسم قدامكم حبه يعني كالعاده باش تشوفوا المصداقيه تاع الوصفه. صدقوني يا بنات شوفوا غير يجي هشيش بزاف ويجي بنين. حبيباتي كالعاده ما تنساوش تدعموني بالاشتراك يعني فضلا وليس امرا. تهلاو في روحكم الى وصفه اخرى باذن الله، والسلام خير الختام.